القصة بتبدأ مع ولد اسمه نينج يوان نايم في أوضة ضلمة، وفجأة بيسمع صوت بنت بتنادي عليه وبتقول له يصحى. بيصحى يلاقي في حيطة وراه فيها فتحة صغيرة، ومن خلالها بنت اسمها سوجين بتحاول تكلمه. الأوضتين جنب بعض والحيطان بتتحرك طول الوقت. فجأة الحيطة بتبدأ تتحرك ناحيته، فبيقلق جدا ويحاول يدور على مخرج، لكن بيتضايق لما سوجين تقول له إن الباب مقفول من بره. نينج يوان يحاول يكسر الشباك بس بيفشل وبيقع على الأرض. سوجين بتبكي وهي بتفكر في موتهم عشان ملهمش أي طريقة يخرجوا بيها. في الأول نينج يوان بيفتكر إنها بتعمل فيه مقلب، بس بعد كده بيدرك انها ضحيه زيه ويعتذر لها، وهي بتبكي وبتقول له ان موبايلها ضاع ومش قادره تتصل بحد ينقذهم. هي فقدت الامل خالص، بس هو بيحاول يهديها ويقول لها انهم اكيد هيلاقوا طريقه للخروج. يلاقي في اوضتها بلطه وبيقرر يكسر الشباك بيها، بس سوجين بتقول له ان ما عندهاش شباك في اوضتها. بيطلب منها تديله البلطه ويقول لها انه هيخرج الاول وهيجي ينقذها بعد كده. هي بتطلب منه وعد انه ما يسيبهاش وراه ويهرب لوحده. نينج يوان بيوعد بكرامته انه عمره ما هيهرب ويسيبها، ولو فشل في ده هيموت موته بشعه. بعد ما تسمع وعده بتجري وتجيب له البلطه، بس بيكتشف ان الفتحه صغيره جدا على البلطه انها تعدي. سوجين بتحاول توسع الفتحه، لكن لسوء حظها بتقطع ايديها بالغلط ودمها بيبدا ينزف. بعد كده بيكتشف ان الحيطه معموله من الجرانيت وده بيصدمهم وبيفقدوا الامل تاني، وسوجين بتبدا تبكي. نينج يوان بيقول لها تبطل عياط عشان يقدر يفكر، وبيسالها ازاي وصلت للاوضه دي، فبتقول له انها مش فاكره اي حاجه، كانت نايمه في المترو ولما صحت لقى نفسها نايمه على سرير حديد في اوضه مقفوله. فجاه حاجه بتضرب في دماغ نينج يوان وبيقول لها تكسر السرير الحديدي وتديله حديده منه. بيشرح لها خطته انه هيهرب من الشباك بالحديده وبعدين يكسر السقف اللي مصنوع منه الخشب علشان ينقذها، وهي بتعمل زي ما قال لها وبتديله الحديده. بيكسر الشباك الخشب وبيخرج. في نفس الوقت كان في مجموعه من 4 اشخاص ماشيين على التلج. جيان اللي هو رياضي بيتصاب في كحله، وسوجين بتجري عليه علشان تساله عن حالته. جيان كان لاقي ورده بريه في البرد ده. جين متخصصه في الطب بتاخده جوه كهف التلج علشان تلف كحله. في نفس الوقت دونج وفانج بونج بيطلعوا يفتشوا المنطقه. جيان بيقول لها انها اشطر من فريق الطب بتاعهم، وهي بترد عليه ان ابوها كان دكتور مايو. دكاتره مايو دول مجموعه من الاقليات في جنوب غرب الصين وبيمارسوا الطب التقليدي، وهي اتعلمت ده من وهي عندها 10 سنين. في نفس الوقت دونج وفانج بونج رجعوا بيخرجوا سوا جيم الكهف عشان يكلموها عن مشكله التلج. الجي بي اس كمان وقف شغل لان المحطه اتدمرت تحت التلج. دونج وفانج بونج قرروا يسيبوا المنطقه من الناحيه الثانيه عشان معاهم شويه ميه واكل. سوجين بتقلق وبتسال عن جيان اللي مش قادر يتحرك بسبب اصابته. كانوا عاوزين يمشوا الاول وبعدين يشوفوا طريقه ينقذوه بيها، بس سوجين مش مستعده تسيبه. هم بيعتقدوا ان سوجين بتحبه وعلشان كده مش عايزه تمشي من غيره. فجاه جيان بيطلع من الكهف ويسمع الكلام اللي بيتقال، بيزعق فيهم لانهم كانوا ناويين يسيبوه عشان مصاب. بيذكر فانج بونج انهم كانوا مع بعض في نفس الفصل لمده 10 سنين، ازاي تخطط لحاجه زي كده، لكن هم بيصروا على خطتهم وبيمشوا بعد ما يدوهم نص الاكل اللي معاهم. بعد ما يمشوا جيان وجين بيولعوا في الاكل علشان يدفوا نفسهم، وجين بتفحص كحله وبتلاقي انه احسن دلوقتي. جيان بيكون زعلان من اصحابه اللي سابوه، لكن جين راضيه وبتقول انهم هيبعتوا فريق انقاذ ليهم. بتقول له انها سامحتهم وانها اتعلمت من ابوها ان في وقت البقاء على قيد الحياه كل حاجه بتتسامح. جيان بيلاقيها لطيفه وبيحاول يبوسها، بس هي بتجري وبتقول له انها هتدور على اعشاب قبل ما الدنيا تضلم. فجاه بيطلب منها يرتبطوا. لما خرجوا بسلام من الموقف ده جيان طلب من سوجين انها ترتبط بيه، لكنها رفضت عرضه. خرجت تدور على اعشاب، لكن لما رجعت لقت ان جيان سابها لوحدها. عيطت لما شافت رساله مكتوبه على الحيطه. دلوقتي سوجين قاعده في الاوضه بتعيط وحاسه ان كل الناس مزيفه وبتدعي عليهم. نينج يوان فجاه كسر السقف ومد ايده عشان ينقذها. اخيرا هما الاثنين بقوا في امان. اعتذرت له انها ما وثقتش فيه، كانت بتعرف نفسها عليه، لكنه قال لها تبص حواليها. لقوا ميه في كل مكان واتضح انهم محبوسين على جزيره. كانوا واقفين على مناره وبيحاولوا يدوروا على سلم ينزلوا بيه. واجهوا صعوبات لان السلم كان فيه درجات مكسوره، وفجاه الاثنين وقعوا في الميه. نينج يوان فقد وعيه، وفي حلمه كان بيكلم نفسه عن ازاي نينج يوان القوي بيموت. جسمه كان مربوط بحبل، وفجاه سوجين مسكته لكنه لسه فقد الوعي. شالته على كتفها وودته للاوضه في المناره. هناك لقوا كاميرا وولعت النور، لكن شافت جثه مربوطه على الكرسي. فجاه سمعت خطوات من وراها وظهر ولد اسمه جي يونج ماسك سكينه. كان فاكر انها السبب في وجوده هنا، وهددها انها تقول الحقيقه، لكنها وضحت انها هي كمان محبوسه. جي يونج صحى نينج يو علشان يتاكد من كلام جين، لكن نينج يوان قال انه مش سوجين. جي يونج كان هيطعن نينج يوان، لكنه فجاه بدا يعيط، وده خلى سوجين تقلق. افتكرت ان نينج يوان كان شخص تاني قبل ما يفقد وعيه، لكن دلوقتي بيتصرف بطريقه مختلفه. جي يونج سال سوجين عن كلام نينج يوان اللي مش متطابق مع كلامها. هي شافت ان نينج يوان وهو بيقع من على السلم غالبا خبط راسه وفقد شويه من ذكرياته. جي يونج ما فهمش كلامها الطبي، لكنه قرر يديلهم فرصه اخيره. بعد ما صدق حكايتها عن الوقت اللي قضوه سوا ومشاعر المسؤوليه اللي اتطورت بينهم كانسانين، سابهم ومشي. سوجين عالجت نينج يوان لكنه ما افتكرهاش من قبل كده. بعدين سوجين بصت للجثه وبدات تشك ان حد حطها هنا. حاولوا يشيلوا الجثه من على الكرسي، لكن لما شالوا القميص لقوا ارقام محفوره على جسمها. قعدوا يفكروا
بيفكروا مع بعض عن معنى الارقام. سوجين سالت جي يونج عن حكايته، قال لها انه بيشتغل مع تشاي من عصابه الشرق، اتحبس من حد ولما كان بيحاول يهرب بمركب لقى نفسه على الجزيره دي. نينج يوان شاف ان دي لعبه الغاز ولازم يلاقوا الطريقه عشان يخرجوا، مش مقتنع ان حد حبسهم هنا زي ما جي يونج بيقول. سوجين كمان فكرت ان الموضوع ممكن يكون لعبه هروب، وبدات تشرح لجي يونج عن العاب زي دي كانوا بيلعبوها في الحقيقه مع ناس بجد. اقترح انهم يدوروا على ادله علشان يعرفوا اكتر، لان الادله هتساعدهم يهربوا من الجزيره، لكن خاب املهم لما اكتشفوا ان السلالم والسلم في المناره مكسورين ومفيش مكان تاني يدوروا فيه. وهم بيتكلموا فجاه سوجين لقت ورقه صغيره محشوره في ودن الجثه، طلعتها وفتحتها لقت فيها خريطه. بداوا يحاولوا يفهموا الرموز اللي على الخريطه. نينج يوان قال انه شاف المكان ده قبل كده لكنه مش فاكر كويس. جي يونج اتعصب لكن سوجين هدته لانها لاحظت ان نينج يوان بيتوجع لما يحاول يفتكر. سوجين خدت نينج يوان لجوه وسالته عن الخريطه، قال لها انه فاكر لما كان في حد بيرسمها لكنه مش عارف اكتر من كده. طلبت منه ما يضغطش على نفسه عشان ما يوجعش راسه اكتر. جي يونج خرج من البيت وولع سيجاره وبدا يفكر في الاثنين التانيين ويحاول يقرر اذا كانوا جزء من مؤامره من اعدائه. تاني يوم الصبح جي يونج صحاهم وقال لهم انهم لازم يمشوا. قرر يتبع الخريطه ووضح لهم انه مش واثق فيهم وهيتعامل معاهم كعبيد، لو حد منهم خالف اوامره هيقتله من غير تردد. ما كانش عندهم حل غير انهم يتبعوه. وهم ماشيين في الغابه لقوا فخ وبداوا يدركوا انهم مش لوحدهم هناك، كمان لقوا دم لكن ما كانوش متاكدين اذا كان دم انسان ولا حيوان. جي يونج امرهم يجمعوا ميه واكل علشان يقدروا يعيشوا. نينج يوان جمع فراوله بريه وسوجين قعدت تقطف فطر. الاثنين كانوا بيتكلموا وفجاه شافوا ارنب. فجاه جي يونج قتل الارنب وده صدمهم. جي يونج قال لهم انه لا كهف قريب ولازم يتحركوا هناك. نينج يوان جمع خشب للتدفئه والثلاثه وصلوا الكهف، ولعوا النار وبداوا يجهزوا الاكل. جي يونج اكل لحم الارنب بينما الاثنين التانيين اكلوا اللي جمعوه. بعد ما خلصوا اكل امر سوجين انها تجهز له سرير جوه الكهف وطلب من نينج يوان ياكل من اللحمه كمان. خلاه يفضل بره الكهف كحراسه وقال له ينده لو شاف اي حاجه غريبه. في الوقت ده دخل جي يونج يساعد سوجين في تجهيز السرير لكنه كان مخطط حاجه في دماغه بخصوصها. جي يونج حاول يغتصب سوجين لكنها بدات تصرخ وتطلب النجده. نينج يوان دخل بسرعه وده خلى جي يونج يغضب، بدا يضربه لانه عصى اوامره. فجاه نينج يوان جمع كل شجاعته ووقف قدامه، حاول يقنعه انهم فريق ولازم يعتمدوا على بعض عشان يقدروا يعيشوا لان كل واحد فيهم عنده مهارات مختلفه، وقال له ان سوجين هي الطبيبه بتاعتهم ووجودها ضروري لبقائهم. جي يونج ضربه تاني عشان كلامه وخرج من كهفه وهو متعصب، لكنه بعد شويه بدا يفكر في كلامه وبقى متاكد انهم مش اعداء ولا تبع اعدائه. حس بالعار لانه سمع محاضره من شخص اعتبره غبي. وهو بيتكلم مع نفسه فجاه سمع صوت حد بيطلب النجده. جري ناحيه الكهف وسمع الصوت جاي من الغابه. الثلاثه قرروا يستخبوا ورا الاشجار لانهم افتكروا انه فخ. فجاه شافوا الراجل بيجري وبيقع في الفخ. جي يونج قال ان الفخ ده معمول بايد بشر وان في حد بيطارده. فجاه شافوا راجل طويل ماسك فاس بيقتل الراجل اللي كان بيجري وبيصرخ. بعد كده خد جثته ومشي. سوجين فقدت الوعي من الصدمه بعد ما شافت الجريمه، ونينج يوان وجي يونج كانوا في حاله ذهول. لما المجرم مشي قرروا يرجعوا الكهف ويحاولوا يهدوا اعصابهم. الثلاثه رجعوا الكهف وسوجين لسه فاقده الوعي. نينج يوان وجي يونج كانوا بيفكروا في اللي حصل وحاولوا يفهموا الوضع. نينج يوان سال جي يونج عن المجرم لانه اذكى منهم لكنه ما كانش عنده اجابه. قال له انهم في خطر كبير جدا. جي يونج طلب منه يرتاح شويه وهو هيقف يحرس مدخل الكهف. تاني يوم الصبح الثلاثه خرجوا يدوروا على اكل لان اللي معاهم كان خلص. نينج يوان طلع فوق الشجره عشان يجيب اناناس وسوجين كانت واقفه تحت علشان تجمع اللي بيوقعوا. فجاه صرخت بخوف لانها دست على فار وده خلى جي يونج يجري بسرعه عندهم. لما عرف ان الموضوع عن فار اتعصب جدا. سوجين راحت الغابه عشان تستخدم الحمام وفجاه حست ان في حد بيراقبها. طلعوا اتنين من اكله لحوم البشر وهاجموها. صرخت بخوف والصرخه كانت اشاره لفرقتها انها في مشكله. نينج يوان وجي يونج جريوا عشان ينقذوها، ولما وصلوا استخبوا ورا الشجر وفكروا في خطه. في الوقت اللي اكلت لحوم البشر بيحاولوا يقتلوها جي يونج خطط الهجوم وقال لنينج يوان. نينج يوان جري ناحيه سوجين لكن فجاه طلع صوت طلقه رصاص قتلت واحد من اكله لحوم البشر والتاني هرب. الثلاثه بصوا ناحيه مكان الرصاصه ولقوا بنت ماسكه بندقيه. عرفت نفسها على انها تريسي كاندي عضوه في منظمه شرطه، وقالت لهم انهم لازم يمشوا بسرعه لان المكان خطير. قالت لهم ان في اعضاء تانيين من فريقها مستخبيين على الجرف وانهم لازم يروحوا عندهم. جي يونج حس انه شافها قبل كده لكنها قالت له انها عمرها ما راحت اي بلد تانية وان عمره ما كان في امريكا. وهم بيتكلموا تهاجموا من اكله لحوم بشر تانيين بالسهام. بداوا يجروا علشان يتفادوا السهام. تريسي غطت عليهم ببندقيتها وامرت انهم يهربوا. هم جريوا وسابوها وهي فضلت تواجه اكله لحوم البشر لوحدها. الثلاثه وصلوا جنب البحيره ونينج يوان شرب ميه وجي يونج قال لهم انهم ما يثقوش في حد ولازم يخلوا الخريطه والرموز سر. قال لهم انه مستعد يحميهم باي ثمن بشرط انهم يمشوا على قوانينه. وافقوا انهم يكونوا فريق عشان يحافظوا على نفسهم من الناس التانية المحبوسه في الجزيره واكله لحوم البشر. اتفقوا على انهم يشتغلوا مع بعض ويتشاركوا الموارد ويحافظوا على بعض. وهم بيتعاهدوا وصلت تريسي وافتكرت انهم بيعبدوا اله. قالت لهم عن وضع اكله لحوم البشر واقترحت انهم ينضموا لباقي الناجين عشان فرص النجاه تزيد. قادتهم للجرف وهناك قابلوا الناجين التانيين. كان في 3 ولاد، واحد منهم كان كاوا ايشيجاكي من اليابان وهو رئيس مجموعه ايشيجاكي. الولد اللي لابس تيشيرت احمر هو وو يونج سانج من تايوان وهو لاعب كره سله. والولد الثالث كان روميو من انجلترا وهو ممثل. تريسي شرحت لهم الوضع اللي مرت بيه وازاي قابلت جي يونج واصحابه الثلاثه. جي يونج اتعصبت لما روميو قال ان تريسي ما كانش لازم تستخدم الرصاص
ضد ناس عشوائيه لانهم فاضل معاهم رصاص قليل. جي يونج مسك روميو من قميصه عشان يعلمه درس لانه وصفه بانه مضيعه، لكن تريسي وقفته، قالت لهم عن القوانين اللي لازم يلتزموا بيها وهم مع بعض. القوانين بسيطه، ما ينفعش يأذوا حد من الفريق، واللي يكسر اي قانون هيكون عقوبه الموت. جي يونج وافق على القوانين وقرر ينضم ليهم. تريسي قالت لهم انها وهي بتستكشف المنطقه لقت مبنى كبير مغطى بالضباب وما عندهاش معلومات كافيه عنه لانه بعيد جدا. كاوا اقترح انهم يستكشفوا المبنى، لكن روميو كان قلقان لانه بيعتقد ان اكلت لحوم البشر ممكن يكونوا عاملين فخ هناك. تريسي وافقت مع كاوا واقترحت انهم يحققوا في المكان بدل ما يقعدوا من غير ما يعملوا حاجه. كاوا طلب يعملوا تصويت عشان يقرروا لانها اسهل طريقه لحل المشكله. سوجين ونينج يوان صوتوا عشان يخرجوا ويستكشفوا، لكن جي يونج صوت انهم يفضلوا في مكانهم. هو عمل كده بس عشان يحرج تريسي ويخليها في موقف صعب، لانه نص الفريق عايز يخرج والنص التاني عايز يفضل في مكانه. كاوا عرض على الكل 10 مليون دولار لو صوتوا لصالحه لانه رئيس شركه ومعاه فلوس كتير. طلع دفتر الشيكات وكتب المبلغ. روميو اللي كان معترض في الاول انضم له بعد ما سمع عن الفلوس. جي يونج شاف ان ده نوع من الرشوه، لكن كاوا قال انه بيعمل ده قدام الكل بوضوح مش في السر. شرحوا على انه استراتيجيه الفلوس دي هتوفر لهم مستقبل كويس. رغم كده جي يونج ما اقتنعش وطلب من نينج يوان وسوجين يصوتوا بحسب رغبتهم. روميو قرر ينضم لجانب جي يونج، بينما تريسي وكاوا وينج سانج كانوا مع بعض في الجانب الثاني. جي يونج كسب 3 اصوات وكاوا كسب بصوتين، وده خلى الموضوع صعب لتريسي وكاوا عشان يحلوا المشكله. جي يونج كان عنيد ومش عايز يتبعهم، لكن المجموعه قدرت تقنعه بصعوبه انه يشارك في استكشاف المنطقه بدل ما يقعدوا مستنيين الموت. جي يونج كان بيضايقهم عن قصد، بداوا ينزلوا من الجرف عشان يدوروا على المكان، وهم ماشيين كانوا بيراقبوا حوالين المكان للسلامه. جي يونج كان عنده افكار بتدور في دماغه، فوقف تريسي وطلب يتكلم معاها على انفراد، لكن هي قالت له انه لازم يقول اللي عنده قدام الكل. قرب منها وهمس في ودنها بكلام خلاها متفاجئه، وبعد كده اخدته بعيد عن باقي المجموعه بعد ما استاذنتهم. بقيه الفريق كانوا مستغربين وبيحاولوا يفهموا هم بيتكلموا عن ايه، لكن ما قدروش يسمعوا حاجه. في النهايه تريسي ضربته بالقلم ورجعت للمجموعه وهو ضحك بعد ما اتضرب. كاوا سالها عن الكلام اللي دار بينهم، لكنها قالت انه ما كانش حاجه مهمه، مجرد كلام فارغ. الفريق كمل البحث بتاعهم لحد ما وصلوا المكان فيه مباني معماريه ضخمه ومثيره للدهشه. تريسي طلبت مساعده كاوا في التعرف على الطراز المعماري للمباني عشان يمكن يديهم معلومه عن المكان اللي هم فيه. كاوا قال ان المباني دي شكلها زي اهرامات المايا لكنها مختلفه شويه. نينج يوان سالهم اذا كانوا في مصر وهل دي اهرامات. كاوا رد عليه وقال ان الاهرامات مش بس في مصر، وان في بلاد تانية زي الصين فيها اضرحه امبراطوريه. تريسي فكرت ان في احتمال انهم يكونوا في امريكا الجنوبيه. كاوا اقترح انهم يستكشفوا المكان اكتر قبل ما يوصلوا للاستنتاج عن مكانهم. لما قربوا من الهرم اكتشفوا انه اكبر بكتير مما كان شكله من بعيد. تريسي حذرتهم انهم لازم يكونوا حذرين عشان ممكن يكون اكلت لحوم البشر يظهروا في اي لحظه. سوجين كانت مرعوبه، ولما سالوها قالت لنينج يوان انها في الاول كانت فاكره انهم اتخطفوا، لكن دلوقتي هي متاكده ان الموضوع ليه علاقه بتجاره بشر. الهرم خلاها تحس انهم مش في قاره اسيا لكن في مكان تاني خالص، وهي مش عارفه اذا كان ده واقع ولا لعبه. نينج يوان حاول يطمنها وقال لها انهم ممكن يكونوا في لعبه واقع افتراضي. هي استغربت ازاي هو لسه متفائل بعد كل اللي حصل. هو قال لها انهم لازم يفكروا بطريقه ايجابيه وانهم لسه عايشين وانهم هيلاقوا طريقه يخرجوا من المكان ده. الاثنين كانوا بيستمتعوا بوقتهم مع بعض، ونينج يوان وراها شيك ب 30 مليون دولار وقال لها انه مش هيشتغل لما يرجع لحياته الطبيعيه لانه خلاص بقى مليونير. وهي ضحكت لما سمعته، وهو حس انه مبسوط لانه قدر يخليها تضحك. في نفس الوقت تريسي لقت علامه حريق على العشب، ولما لمستها كانت لسه دافيه، يعني في ناس ولعوا النار قريب. نينج يوان لقى بطاريات، وده كان دليل ان في بشر تانيين في المكان، لان اكلت لحوم البشر ما بيعرفوش يستخدموا حاجات زي دي. الفريق فضل يفكر يدخلوا الهرم ولا لا، لان ممكن يكون في ناس جواه. تريسي وكاوا كانوا عايزين يدخلوا ويستكشفوا اكتر، لكن جي يونج اقترح انهم ينقسموا الفريقين، فريق يدخل يستكشف والفريق التاني يفضل بره يحرس المكان ويبقى فريق دعم لو حصل حاجه. كاوا قرر يشكل فريق بناء على خبرته في العماره والتاريخ. عين تريسي قائد الفريق الاستكشاف، وسوجين راحت معاهم عشان تكون موجوده لاي حاله طبيه طارئه، ووانج سانج انضم ليهم علشان الشغل البدني. اما الفريق التاني اللي بيضم جي يونج وروميو ونينج يوان فضلوا بره كفريق حراسه ودعم. الفريق الاول غادر بعد ما قدموا النصايح للفريق الثاني. سوجين كانت قلقانه على نينج يوان. بعد ما الفريق الاول مشي، روميو سال جي يونج ليه هو تبع اوامر كاوا، واقترح عليه انهم يكونوا تحالف ضده، لكن جي يونج رفض وقال بوضوح انه مش عايز يشتغل معاه. جي يونج مسك روميو من رقبته وطلع السكينه. روميو فكر ان ايذاء عضو في الفريق يعتبر كسر للقواعد. جي يونج ضحك عليه واخد منه الشيك بتاع 30 مليون. داخل الهرم الفريق الاول لقى لغه مكتوبه على الجدران، لكن كاوا ما قدرش يتعرف عليها لانها قديمه جدا. وهم ماشيين سوجين افتكرت كلامها مع نينج يوان، قالت لكاوا انها سممت جي يونج لما حاول يعتدي عليها. السم كان موجود طبيعي في شعرها، ولما قرب منها دخل السم جسمه. السم هيقتله خلال 7 ايام، لكنها اكدت انها اديت له علاج كمان، وده يضمن انه مش هيموت لكنه هيعاني من الام شديده في المعده. جي يونج، نينج يوان وروميو كانوا واقفين بره لما جي يونج فجاه حس بالم شديد في معدته. فجاه مجموعه كبيره من اكلت لحوم البشر هجمتهم، بداوا يجروا، لكن الم معده جي يونج كان بيمنعه من الجري. جي يونج وعد نفسه انه هيبقى شخص كويس في حياته الجايه، لكن فجاه شاف نينج يوان راجع ليه، ونينج يوان شاله على كتفه وجري بيه. روميو دخل المبنى وقفل الباب باستخدام السويتش، لكن جي يونج ونينج يوان لحقوا يدخلوا قبل ما الباب
الباب يقفل. الفريق التاني انضم ليهم وكاوا كان غاضب لان الباب اتقفل ومش ممكن يتفتح تاني. كاوا اقترح انهم يدوروا على مخرج تاني، وفجأة سوجين لقت دراع نينج يوان متورم، بس هو قال انه مش حاسس باي الم. هي عملت قطع صغيره بالسكينه واتصدمت لما عرفت انه حاله طبيه خطيره. قالت لهم انه فاضل 10 ساعات بس على حياته. بدات تعيط لانها مش قادره تعالجه. جيونج طلب منها تحاول تعالجه لانه تعور وهو بينقذه. كلهم كانوا في حاله صدمه لما عرفوا. المجموعه قررت تدور على مخرج في خلال ال10 ساعات دول. اول حاجه هيلاقوا علاج لنينج يوان وبعدها يكملوا استكشاف. روميو كان عايز يعمل تصويت على القرار بس ما حدش سمع له. كلهم مشيوا وهم ماشيين جوه الهرم وصلوا القبو ولقوا هناك جسم مائي. نينج يوان حس انه شاف المكان ده قبل كده لكنه مش فاكر. فجاه سمعوا صوت حد بيطلب المساعده. الصوت كان جاي من الميه، ولما بصوا لقوا 3 شباب وبنت محبوسين في الميه. كان في راجل شايل واحد مغمى عليه في ايده. الراجل المغمى عليه كان استاذ بيعرف يقرا لغه اكلت لحوم البشر. في الاول كانوا مترددين يساعدوهم لانهم مش متاكدين من نواياهم، لكن في الاخر طلعوهم من الميه لما عرفوا انهم عارفين مكان المخرج. الشخص اللي كان بيتكلم معاهم عرف نفسه بانه اندريا. كان ضخم وعضلاته قويه، وكاوا طلب منه يعرف بنفسه وبفرقته. اندريا قال انه روسي ومرتزق وبيشتغل حاليا مع منظمه عسكريه اسرائيليه. الشخص الثاني اسمه دينج هيشوم وهو ممثل كوميدي من جينجشان جاردن في تيانجين. نينج يوان قال له انه بيحب الكوميديا. البنت اسمها ريكا شيري من نيوزيلندا وهي ست بيت. واخيرا الاستاذ المغمى عليه اسمه جيرارد وهو خبير في الحضارات القديمه، بيعرف يقرا الرموز اللي على الحيطه. فجاه جيرارد صحي وقال لهم ان المخرج قدامهم لكنه مغطى بالميه. شرح لهم ان الرموز اللي على الحيطان بتقول انهم لما يوصلوا لقمه الاوضه دي المخرج هيظهر. كاوا لقى عمود وقال انهم لازم يدوروا على اعلى عمود عشان يوصلوا للقمه. البنات كانوا قلقانين لان الطريق طويل جدا. سوجين فكرت انهم لازم يعوموا الاول وبعدين يتسلقوا العمود لانه موجود في الميه. كاوا شرح لهم ازاي الميه في المبنى بتشتغل. قال ان مستوى الميه بيزيد لما الاماكن بتتفتح، فلازم يستنوا لحد ما الميه تقرب منهم. جيرارد قال ان في 4 اعمده وكل عمود له ارتفاع مختلف، وكل عمود له منصه خاصه بيه. لازم يعوموا للمنصه الجديده مع كل تغيير في مستوى الميه. واستنى كلهم التغير الثاني لمستوى الميه، وهم فهموا نمط الميه بالكامل لكن مش عارفين يختاروا اي عمود عشان يطلعوا عليه، وده خلاهم عالقين هناك. كمان في تيار قوي اثناء تغيير الميه واللي صعب على البشر العاديين تحمله. قرروا ازاي هيسبحوا ويتسلقوا العمود. اندريا هيطلع الاول وبعدها هيساعد الباقيين في التسلق. هم قاسوا الفجوه والوقت اللي هيحتاجوه عشان يوصلوا لاعلى العمود. روميو كان قلقان لانه حاسس انه ضعيف وعايز يطلع الاول. سوجين اقترحت ان المصاب زي نينج يوان هو اللي يطلع الاول. جيونج اتعصب على روميو وجري عشان يضربه، لكن اندريا مسكه واخد منه السكينه. والكل حذر جيونج انه ما يضرش اي عضو من الفريق. كل واحد منهم اخد رقم من القفز في الميه. ريكا اخدت اخر رقم وبدات تبكي لانها حاسه انها ضعيفه مش هتقدر تتحمل ضغط الميه فتره اطول. كاوا بدل رقمه معاها وفجاه فتحت البوابه وزاد مستوى الميه، وكل الاعضاء قفزوا في الميه وبالسباحه وصلوا قرب العمود. اندريا وصل اول واحد لقمه العمود وبعده وصل وينج سان وجي يونج. بداوا يسحبوا باقي الاعضاء واحد واحد لحد ما وصلوا للسيما ما عدا دينج وكاوا. كاوا اعطى الحبل لدينج لانه كان فاضل وقت قليل. دينج اتنقز ولما جه دور كاوا مستوى الماء بدا يرتفع، لكن في اخر لحظه قدر يمسك الحبل ويوصل لقمه العمود. كلهم كانوا مرتاحين لما قال لهم الاستاذ ان العماره دي كانت معموله من قبل جولن لاختبار القوه والشجاعه. جولن ده حضاره قديمه غامضه في امريكا الجنوبيه، دي حضاره مش موجوده في السجلات التاريخيه. الاستاذ قال لهم ان استاذه قال له عن الحضارات دي اللي كانت موجوده من 300 سنه. في وثائق المايا في شويه دلائل عن الحضاره دي، وقال لهم عن اللغه والمعاني للرموز اللي على الحائط، ودي كانت عباره عن 20 رمز. الناس في الحضاره دي كانوا اذكى من البشر العاديين، وكان في حكايات عن حياتهم الابديه. وقال لهم ان حضاره المايا عمرها ما هزمتهم. الحضاره دي اختفت مع الجزيره اللي كانوا عايشين عليها. فجاه نينج يوان حس بألم في دماغه، وقال لهم انه سمع الكلام ده قبل كده لكن مش فاكر حاجه تانية. ولما حاول يفتكر اكتر وجع دماغه زاد. وهم بيتكلموا في الموضوع ده لقوا باب مغلق جنب عمود تاني. الاستاذ اقترح انهم يروحوا هناك، لكن كاوا واندريا كانوا عايزينهم يلتزموا بالخطه الحاليه وما يغيروهاش. لكن الباقيين عايزين يروحوا للعمود ده لان المايه مستمره في الارتفاع والعمود الاقل هيتغطى بالميه، فكان قدامهم 10 دقائق فقط عشان يوصلوا للعمود ده. بداوا يشتغلوا على خطه جديده. اندريا وصل اول عمود تاني وبعدها بدا يسحب الباقيين. ريكا كانت التانيه ووصلت هناك، راحت جنب الباب عشان تفتحه وفجاه الباب اتفتح واخدها جوه. الكل وصل للعمود وكانوا قلقانين عليها. الاستاذ قال لهم بعد ما قرأ الرموز على الباب ان لازم حد يضحي بنفسه عشان يفتحوا الباب. الاستاذ قرأ كل العمليه المكتوبه على الحائط وقال لهم انهم لو تابعوا الخطوات دي هيقدروا يخرجوا من الهرم. لازم يسبحوا تاني عشان يمروا من الباب. كلهم رجعوا للميه تاني ودينج كان قرب يفقد عزيمته، لكنه فكر في ذكرياته من الماضي وقرر يجمع شجاعته ويكمل مهمته عشان ينقذ نفسه. الباقيين ساعدوه لحد ما وصلوا للعمود التاني. لقوا باب تاني هناك ولما فتحوه كل واحد مر من خلاله. الكل مر من الباب دلوقتي. وهم ماشيين شافوا حائط تاني معمول من جلد الافاعي وكان شكله قديم جدا يمكن من مئات السنين. وكمان لقوا هياكل بشريه هناك. والاستاذ قال ان المكان ده خطر. فجاه نينج يوان بدا يغني قصيده والكل حس بشعور غريب. الاستاذ ساله عن القصيده لكنه برضه مش فاكر هو عارفها منين. حالته بقت اسوأ بسبب السم. سوجين قالت لهم انهم
كلهم لازم يسرعوا علشان ينقذوه. بقت مهمه صعبه على سوجين انها تحمله. اندريا حمله على كتفه لكن جيونج تدخل وقال لاندريا انه عايز ياخد نينجي وان منه، لكن اندريا اقنعه انه يسيبه يحمله. فجاه شافوا مسبح تاني والكل جري ناحيه الباب. الاستاذ حذرهم انهم يكونوا حذرين عشان ممكن يكون فيه فخاخ. كان في كتير من الرموز منحوته على الباب، والاستاذ بدا يفحص الكلمات وقال لهم ان البشر زينوا الباب لكن الاله هو اللي لعن الباب. تريسي نامت على المسبح وفجاه الباب اتفتح، لكن لما تريسي خرجت من على المسبح الباب اتقفل تاني، والاستاذ قال لهم ان في حد لازم يضحي بنفسه عشان الباقيين يقدروا يخرجوا من الهرم. كاوا اقترح انهم يحطوا حاجه تقيله زي انسان على المسبح عشان يفتح الباب. بداوا يدوروا على الحجاره لكنهم فشلوا في العثور على اي حاجه. وصلوا النقطه لازم يسيبوا فيها شخص وراهم. روميو عايز يسيب نينجي وان الغايب عن الوعي وبيقول انه تعبان ومرتاح. سوجين مش مستعده تسيبه لوحده. كاوا شايف ان ده اختيار معقول لانهم مش عندهم اختيارات كتير. روميو عايزهم يصوتوا علشان يقرروا مصير نينجي وان. الاستاذ قال انه جاهز يضحي بنفسه لانه دايما على مهمه للقراءه والاستكشاف. جيونج وسوجين واندريا هم الوحيدين اللي صوتوا عشان يسيبوا نينجي وان لوحده. الكل دلوقتي مش عارف يعملوا ايه لحد ما جيونج واندريا قرروا انهم مش هيتركوا نينجي وان لوحده. بقت المساله صعبه عشان مفيش حد عارف يوصلوا لحل. جيونج اقترح انهم يسيبوا روميو وراهم وبعد ما يخرجوا يرجعوا بعضهم على الحجاره عشان يطلعوا روميو من الهرم، والكل وافق والمجموعه خرجت وهو لسه مرمي على المسبح. فجاه الكل كان بيجري ناحيه فتحه الممر. بينما كانوا بيجروا الاستاذ لاحظ ان جيونج مش شخص سيء وانه مليان طاقه وقوه. هم محتاجين ناس زيه في الفريق علشان يعيشوا. كمان هو مش عاجبه روميو اللي مليان طاقه سلبيه. فالمجموعه لقت الفتحه وفي النهايه خرجوا من الهرم. سوجين دلوقتي لازم تلاقي علاج لنينجي وان، وسوجين قالت لهم ان في اعشاب قريبه من سم الافاعي ممكن تساعدهم. لازم يلاقوا عش للافاعي قريب. بعد ما لقوا الاعشاب اللي محتاجينها وداوا نينجي وان، جيونج واندريا رحلوا مع الحجاره علشان يطلعوا روميو من الهرم. في الوقت ده الباقيين بداوا يجمعوا اكل لانهم كانوا جوعانين جدا. تريسي كانت على واجب الحراسه وكاوا راح يعمل نوع من الاسلحه باستخدام فروع الاشجار. روميو كان بيبكي لانه اتساب لوحده وفجاه سمع صوت غريب، ولما رجع كان بيبكي زي المجنون. جيونج واندريا سمعوا صوت بكاء روميو واتخافوا. قرروا انهم يسيبوه لان الوضع بقى خطر. في الوقت ده نينجي وان صحي لكن دماغه كانت بتوجعه. كاوا اقترح عليه يرتاح شويه وفجاه تعرضوا لهجوم من الافعى والكل بدا يجري. تريسي ضربتها بالسلاح علشان يديهم وقت يجروا، ودينج قال لهم ان جينغسان وقع من على الجرف لما هجم عليهم الافعى وهم بيجمعوا الاكل. جيونج قتل الافعى وضربها بسكينه وفجأة الأفعى رميته من على الجرف والكل خاف، لكن كاوا قال لهم إن في بحيرة تحت الجرف يعني مش هيموت. الأفعى راحت بعد ما اتصابت. في الوقت ده جيونج لقى جينغسان في البحيرة وطلعه من المية. كان فقد الوعي، ضغط على صدره عشان يطلع المية من بطنه. جينغسان صحي وقال له شكرا على إنقاذه، وفجأة شاف دودة دافية على ذراع جيونج. جيونج رماها بعيد باستخدام الولاعة. جينغسان كمان عليه دودة على جسمه. جيونج ساعده يخلص من الدود ده. الاتنين كانوا مستعدين يدوروا على باقي الأعضاء لكن فجأة شموا فقاعات هوا ووقعوا. المجموعة شافت الفقاعات لكن سوجين قالت لهم ما يلمسوش الفقاعات دي. المجموعه لقت جيونج وجينغسان مرميين فاقدين الوعي. الاتنين صحيوا بعد ما ارتاحوا ولقوا المجموعه حواليهم. جيونج قال للمجموعه عن موت روميو. كاوا قال لهم يجمعوا الاكل الاول وبعدها يحددوا خطه جديده. فجاه تعرضوا لهجوم من اكله لحوم البشر اللي كانوا محاصرينهم من كل ناحيه. الاستاذ بدا يتكلم مع زعماء اكله لحوم البشر لانه بيعرف لغتهم. الكل اتفاجئوا لما عرفوا ان زعيمهم بيعرف اللغه البشريه. ومن ناحيه تانية الاب كان بيقرا انجيل على قبر الاستاذ زيكا. الكل كان سامعينه بما فيهم الاستاذ، ولما خلص القراءه الكل حطوا ورد على قبره وراحوا. في الوقت ده زعيم اكله لحوم البشر كان بيدردش مع الاستاذ وكان بيتكلم عن الطبيب المعجزه، لكن البشر مش متاكدين من الموضوع ده. قال لهم انهم كانوا من ناس بتعرف شخص واحد كان عنده عين واحده جاي يساعدهم لكنه اختفى يوم من الايام. الكل كان بيعتقد انه كان مرشد للاستاذ. الزعيم قال لهم ان سيدهم مريض وانهم محتاجين حد يعالجه. بداوا يوصلوا المجموعه لمكان ما والكل كان قلقان لانهم مش متاكدين من مستقبلهم. اثناء ما كانوا ماشيين كاوا سال الاستاذ لو كان الطبيب المعجزه اللي بيتكلموا عنه هو الاستاذ زيكا اللي مات من 10 سنين، لكن الاستاذ مش متاكد من ده. الاستاذ كشف ان مرشده الاستاذ زيكا كان حاصل على درجتين، واحده في علم الاثار والثانيه في الطب. بعد الحرب كان في قليلين اللي عندهم الدرجتين دول. نينجي وان بدا يحس بتحسن بعد ما اخذ الترياقه وارتاح شويه. جيونج نده وقال له على افكاره. جيونج كان شايف انهم بياخدوهم على مكانهم، وهو رجع الخريطه مره ثانيه ولقى مكان قريتهم. كان مؤمن انهم على الطريق الصح لان ده مكان مقصدهم كمان. قال له لما يجي الوقت المناسب هيهربوا سوا، ونينجي وان وافق. دينج كان قلقان وسأل الأستاذ عن مرشده زيكا. الأستاذ كان متأكد إن مرشده ما سابش فرنسا قبل ما يموت، فوجوده هنا مش ممكن، كان دايما جنبه. المجموعة وصلت القرية ولقوا أكلة لحوم البشر شغالين زي البشر العاديين. كاوا طلب من سوجين إنها تدخل وتشوف حالة مرض سيدهم. سوجين والأستاذ راحوا للمكان. الزعيم غضب لما عرف إن الست هي اللي هتعالج سيدهم. البروفيسور قال إنه قرأ عن قبيلة جولاين اللي بتؤمن بسيادة الرجالة، وإن الستات عندهم ممنوعين يعملوا أي حاجة. حاول البروفيسور يتفاوض مع الزعيم لكن الزعيم بقى أكتر غضب. فجأة واحد تاني من القبيلة وصل برسالة
المشكله ان في راجل عجوز ومريض قرر يدي فرصه لست تعالجه، ولو فشلت هيقتلوها. الزعيم خدهم لحد السيد بتاعهم، وسوجين خرجت وبلغت باقي المجموعه عن مرض الراجل العجوز، وقالت ان حالته محتاجه علاج ضروري. العجوز محتاج رعايه ولازم يكون مترطب وياخد دواء الكينا. الكل قلق لانه ما كانش معاهم الدواء ده. سوجين اقترحت يدوروا على نبات السينكونا اللي بيطلع في الاماكن المظلمه في الغابات المطره والرطبه. كوا قال بما انهم في امريكا الجنوبيه اكيد الغابه فيها النبات ده. السيد سمح لثلاثه منهم يخرجوا يدوروا عليه والباقي يفضلوا رهاين. لو الثلاثه ما رجعوش قبل الفجر هيعدموا باقي المجموعه. سوجين قالت انها هتدور على النبات، وتروسي واندريا هيكونوا معاها لحمايتها لان المكان خطر. اندريا استعار سكينه من جي يونج وطلعوا الثلاثه يدوروا. الدنيا كانت بتمطر جامد. نينج وجي يونج كانوا قلقانين جدا على سوجين وفضلوا يدعوا لها. في نفس الوقت البروفيسور وكاوا فضلوا يستكشفوا المكان وعرفوا ان قبيله جولاين بتعبد ناجا كاله ليهم، وان لما بيحصل تفشي للملاريا بيعتبروا ان ده لعنه من الاله. من 10 سنين القبيله تعرضت للاسر واللي فضل منهم هرب للجبل. واحد من القبيله كان عنده ودن واحده وخرج من جبل النار وكان بيتكلم لغه الجولاين، هو اللي ساعد الحضاره يفهموا اللغه والحاجات التانيه. وفجاه الراجل ده اختفى. في الغابه سوجين شرحت شكل النبات اللي بيدوروا عليه عشان يلاقوه بسهوله. اندريا كان عنده مشاكل مع تروسي لكنه مخبيها. وهم ماشيين سوجين لقت نبات السينكونا. في الوقت ده البروفيسور افتكر ان استاذه ممكن ما يكونش مات، وان ممكن يكون هرب بدون ما حد يكتشفه. افتكر لما استاذه رجع مشروع جولاين اللي كانت بتموله منظمه خاصه. الاستاذ كان مضى على اتفاقيات كتير معاهم. البروفيسور كمان افتكر ان جثه استاذه ما اتحرقتش ولا اتدفنت، يعني موته ممكن يكون كان مزيف. البروفيسور حكى لكوا عن اخر مره شاف فيها استاذه قبل وفاته في بيته، لما راح البيت لقى كلب الاستاذ المفضل ميت، لكن الاستاذ ما عملش اي حاجه. بعدين الاستاذ وراله شويه ادويه مضاده للموت كان عاملها عشان تخلي البشر يعيشوا لفترات اطول وتتحكم في حياتهم. الاستاذ جرب حقن على الكلب والكلب رجع للحياه. كمان قال له انه عنده دواء بيوقف الشيخوخه. وبنرجع للوقت الحالي بعد ما البروفيسور خلص الحكايه، ونينجي وان قرروا انه بعد ما يعالجوا سيد قبيله جولاين يدوروا على الاجابه اللي البروفيسور زيكا جاي عشانها. قال انهم هيلاقوا الاجابه عند جبل النار، وانهم بعد ما يهربوا لازم يروحوا هناك. الثلاثه رجعوا بالاعشاب اللي لقوها بعد ما تهاجموا من القرود الحمراء اللي عينها حمراء، لكنهم قدروا ينجحوا في علاج سيد القبيله. قبيله جولاين شكروا المجموعه على علاج سيدهم. الزعيم قال لسوجين ان القرود دي متسابين من الناس البيض اللي هاجموا الحضاره زمان، وحذرها انها ما تتهاجمش منهم لان لو حصل ده هتبقى زيهم. سوجين سالت عن الطريق للرجوع لوطنهم، فشرح لها بالتفصيل لكنه قال ان الطريق هيكون خطر جدا. فينج كان مقتنع ان القرود دي شبه الزومبي وانها اتخلقت عن طريق تجارب معينه. في مشهد تاني عربيه حمراء وقفت تحت مبنى، وراجل شعره احمر دخل المبنى وسلم على واحد اسمه لو قاعد على الكنبه. الراجل قال له ان مديره بعت له رساله وان المدير كان مخدوع فيه، وفضلوا يتكلموا عن مسبح الجولينج. الراجل قدم خاتم للو وقال ان ده من المدير بتاعه. لو ادى الخاتم لصاحبته ليلي اللي كان معجب بيها، وليلي اخذت الخاتم ومشيت. الراجلين فضلوا يتكلموا عن المجموعه اللي اتحبست في الجزيره. لو سال الراجل الاحمر عن سبب وجوده معاهم لكنه ما ردش. قال له لما نينجي وان يبقى معاهم مش هيحصل لهم حاجه. بعدين لو كشف نص وشه اللي كان محروق وفيه دم، والجزء ده كان متغطي بالشعر. لو كان بيخطط على اساس ان نينجي وان مع الفريق. الراجل الاحمر كان هيخرج لما شاف البروفيسور زيكا، سلم عليه واستغرب ان شكله اصغر من الاول. البروفيسور زيكا اتكلم مع لو وقال له انه حاطط ثقه كبيره قوي في قدرات نينجي وان، وكشف له ان نينجي وان بيعاني من فقدان ذاكره، وده فاجئ لو لانه ما كانش يعرف. البروفيسور زيكا افتكر ان لو بيحب نينجي وان، لكن لو قال له انه عايز يشوفه بيموت. في نفس الوقت على الجزيره سوجين كانت بتعلم واحد من الجولين ازاي يستخدم الاعشاب مع الدخان من غير ما ياخد السم اللي فيها. جيانج كان بيصطاد لكنه اتعصب لانه اصطاد سمك صغير، اخذ الانابيب وبدا يدخن، وبعدها حس بالدوخه واتسكر. في الحلم بتاعه شاف نفسه قاعد وبيدخن وبنتين نايمين على كتفه. سوجين كانت قلقانه عليه لما شافته كده، لكن واحد من الجولين طمنها وقال لها انه هيصحى بالليل. الراجل ده كان شايف ان البيض ضعاف جدا في اي حاجه. نينجي وان كان بيتفرج عليهم من بعيد وسال الراجل عن البيض والمهمه بتاعتهم. الراجل قال له عن هجوم البيض لقبيلتهم واسرهم لكتير منهم اللي عمرهم ما رجعوا. بعدين حكى له عن الراجل بعين واحده اللي كان شخص كويس وانقذهم مرتين. واثناء ما هم بيتكلموا تروسي خرجت من الميه بعد ما كانت بتستحمى. الكل اتفاجئ لما شافها بلبس قصير وفضلوا يبصوا لها. ده ضايقها جدا وقالت لهم انها مش شايفه اذا كانوا ما شافوش بنت حلوه قبل كده. كولان قال لنينجي وان ان الستات البيض مش حلوين لكن ستاتهم هم جميله جدا. كولان نظم عشاء للبشر وحضروا فيه لحمه مشويه ونبيذ. الكل اتفاجئ لما شربوا اول رشفه من النبيذ ولقوه طعمه حلو جدا. شكروا القبيله عن النبيذ اللذيذ. بعدين كاوا طلب من جولان انهم هيغادروا بكره عشان يستكشفوا البركان، وطلب دليل يرشدهم لانهم مش عارفين المنطقه. جولان ما كانش عايز يتورط تاني في اي مشاكل وقال لهم ان المنطقه خطره جدا، ووافق ايدن على خطتهم. اندريا شاف مسابقه الرمايه بتاع جولان واتفاجئ لما شاف القوس اللي بيستخدم في الرمايه، واخده وقرر يدخل المسابقه مع واحد من قبيله الجولان وموجو. الراجل طلب من اندريا انه لو كسب ياخد منه القبعه بتاعته. الكل اتجمع عشان يتفرج على المسابقه. اندريا شال القبعه بتاعته واداها لخصمه قبل ما يبدا دوره. الكل اتصدم لما شاف شعر اندريا الطويل اللي كان دايما مخبيه تحت القبعه. موجو
كان مبسوط جدا لما خد القبعه. اندريا طلب القوس بعد ما خلص دوره وموجو اداله القوس. بعدها اندريا طلع قبعه تانية من شنطته ولبسها. الكل اتفاجئ اكتر لما عرفوا انه كان معاه قبعه تانية وفضلوا يسالوا نفسهم ليه دايما لابس قبعه. جيانج صحي وهو عنده صداع وحاول يفتكر هو ليه كان نايم. خرج وشاف الباقيين مستمتعين وبيشربوا، وهو نازل شاف قرد شبح. فجاه القرد هاجمه لكن اندريا وموجو ردوا عليهم باستخدام القوس وقتلوهم. واحد من قبيله الجولان اسمه شنترا اتصاب بسبب هجوم القرود الاشباح. القبيله كانت مؤمنه انه دلوقتي هيبقى قرد شبح. شنترا كان بيصرخ من الالم والبشر كانوا مستغربين الموقف ده. موجو شاله علشان يقطعه ويدفنه. جيونج اتضايقت شويه وكاوا لاحظ ده. في الوقت ده موجو كان هيقتل شنترا لكن فجاه اتحول لقرد شبح وهاجم موجو، وموجو هرب لكنه اتصاب من هجوم شنترا. لما رجع كذب على الناس وقال لهم انه وقع واتخدش من صخره. الكل بدا يدور على شنترا وفي نفس الوقت سوجين كانت بتعالج جرح موجو. قالت له ان الخدش ده مش من صخره، ده شكله من سكينه. ايدن كان شاكك في الحقيقه ورا الاصابه دي. الكل كان قلقان من الفيروس اللي بتنشره القرود الاشباح. كاوا قال لفريقه ان خطتهم الاساسيه هي انهم يسيبوا المكان باسرع وقت ويروحوا عند البركان. كمان قال لهم انه جمع كميه كبيره من الاكل تكفيهم لمده اسبوع. كان عايزهم يتحركوا الصبح بدري. اندريا اقترح يستعيروا شويه اسلحه من قبيله جولان عشان يقدروا يواجهوا القرود الاشباح في الطريق. ايدن كان عنده ايد واحده لان الثانيه اتهاجمت من قرد شبح من 10 سنين. مينج يوان سأل عن الهجوم وايدن حكى له انه كان الوحيد من قبيله جولان اللي نجا من الهجوم ده، وبدا يحكي عن ابنه جاكسون اللي جسمه اتحول لوحش متعفن قدامه. جاكسون كان اقوى من موجو وكان على وشك يبقى زعيم القبيله الجديد لكنه اتحول لشبح واضطروا يقتلوه. ايدن اتاثر جدا وهو بيتكلم عن ابنه. جيونج كانت قلقانه لسبب ما وما قدرتش تنام. قعدت تتكلم مع نينج يوان وقالت له ان في يوم من الايام هيضطر يقتله. اتكلمت عن الفلوس والالماس لكن نينج يوان ما فهمش كلامها. قالت له يرتاح عشان هيمشوا بدري الصبح. والصبح المجموعه وقفت قدام ايدن عشان تودعه لكنه طلب منهم يقعدوا يوم كمان علشان يشهدوا مراسم اختيار الزعيم الجديد اللي هو موجو. الزعيم القديم كان مريض فاختاروا زعيم جديد. اثناء عمليه التتويج الزعيم القديم لازم يقدم طبق ميه للزعيم الجديد اللي يشرب منه. سوجين كانت قلقانه لان الزعيم القديم حالته تعبانه وموجو شرب من الطبق لكن ايدن كشف انه خلط اعضاء من جسم شنترا في الطبق. موجو اتعصب جدا وامر بقتل كل الناس اللي فوق التل بما فيهم البشر والمجموعه بدات تهرب. الزعيم القديم راح ناحيه موجو وشاف جسمه بيتحول لشبح، يعني بقت حمراء وهاجم الزعيم. المجموعه هربت ناحيه الغابه عشان تنقذ نفسها من هجوم الجولين. للاسف اتفرقوا عن بعض. البروفيسور ودينج قعدوا يرتاحوا هم قلقانين على سلامه الباقيين. البروفيسور اقترح يتحركوا ناحيه الشمال الشرقي لان البركان هناك وده ممكن يبقى فرصه يلاقوا المجموعه. وهم على وشك التحرك نينج ظهر. كان قلقان هو كمان على الباقيين والثلاثه كانوا بيتكلموا عن الوضع لما سمعوا صوت خطوات واتخضوا واستخبوا ورا الشجر. كانت سوجين بتجري لوحدها والبروفيسور شك ان حد بيطاردها. فجاه وقعت على الارض وظهر وراها 2 من الجولين وكانوا بيطاردوها. الاثنين قرروا يسيبوها عشان هي انقذت الزعيم بتاعهم من الموت ووروها الطريق اللي بيودي للبركان. الثلاثه فضلوا مستخبيين لان الوضع كان خطر عليهم لو ظهروا قدام الجولين. بالليل الثلاثه خرجوا ونينج وراهم الخريطه. حاولوا يفهموا الطريق المناسب واختاروا يمشوا من ناحيه الشاطئ لان الجولين بيستخدموا الغابه فالشاطئ هيبقى اكتر امان. واستريحوا تحت الجبل ودينج قرأ قصيده لكن نينج قال انه مش شاطر في الادب. فجاه نينج يوان افتكر جزء من ماضيه، افتكر ان اير بانج كان بيعيط عشانه وفجاه حد ربط ايده ورماه في الميه. بعدين صحي ولقى نفسه في مركب. ودلوقتي نينج بدا يبكي ودينج والبروفيسور سالوه عن اير بانج لكنه ما عرفش يفتكر هو مين. فجاه لاحظوا ان ميه البحر بتقرب منهم. بعدين شافوا تمساح قريب منهم ونينج يوان اقترح يستنوا لما الميه تقل عشان ما يقدروش يروحوا اي مكان تاني. تجاهلوا التمساح وقعدوا بهدوء وبعد شويه دينج اقترح انهم يسيبوا المكان بهدوء لكن التانيين فضلوا يستنوا لغايه الشروق ودينج كان جبان فقرر يهرب. غطس في الميه وعداها ودخل الغابه وبدا يدور على الحبل اللي شافه قبل كده. افتكر ازاي المجموعه انقذته قبل كده. لقى الحبل وفجاه جيانج ظهر وسالوا عن نينج وسوجين. دينج قال له عن الخطر اللي فيهم البروفيسور ونينج وانه جه هنا علشان الحبل عشان ينقذهم. فجاه لقوا نفسهم محاصرين من قبل القرود الاشباح والاثنين خافوا. جيانج قرر يخلي دينج يروح ناحيه الشاطئ وهو هيشغل القرود بالقتال. دينج جري ناحيه الشاطئ وربط الحبل بين شجرتين. البروفيسور عدى الماء الاول والتمساح كان مستني. لما جه دور نينج الحبل اتفك. نينج يوان مشى على الحبل وعداه والاثنين التانيين اتفاجئوا لما قرب من الشاطئ تمساح هاجمه لكن جيونج وصلت في الوقت مناسب وقتلت التمساح وانقذته. لكن اتضح ان جيونج اتهاجمت من قرد شبح وعينها اتحولت للحمره زي عيون القرود الاشباح. البروفيسور طلب منها انها ما تمشيش معاهم لكن نينج يوان اقترح ان في مصل اتعمل بواسطه البروفيسور زيكا عند البركان. لو وصلوا هناك واخدوا المصل ممكن يعالجوا جيونج. البروفيسور طلب منها انها تحافظ على مسافه بينهم في الطريق وجيونج وافقت. نينج يوان ما كانش راضي لكن جيانج اقنعه. في نفس الوقت تروسي واندريا كانوا مع بعض والهدوء كان غالب بينهم. فجاه بطن تروسي بدات تعمل صوت لانها جعانه. اندريا ادها اكل. كانت هتاكل لكن فجاه سمعت صرخه سوجين وجريت ناحيه الصوت. سوجين كانت قربت من البركان وكانت هتكمل طريقها لكن حد مسكها من ورا. صرخت لكن لما رجعت لقت جينج سانج وكاوا اللي كانوا جعانين واكلوا اكلها. نينج والمجموعه سمعوا صرخات وزودوا سرعتهم. تروسي واندريا قربوا منهم وفجاه قرد شبح ظهر. في نفس الوقت نينج والمجموعه كانوا بيدوروا في دواير بسبب السحب. الطريق بقى صعب يتحدد.
البروفيسور قرر يعلم الشجر بعلامات عشان يحدد طريقهم، لكن فجأة وقعوا في مستنقع. البروفيسور قال لهم يسبحوا في المستنقع عشان يخرجوا. كانوا ماشيين ورا البروفيسور، لكن فجأة دينج بدأ يغرق في المستنقع. كان بيصرخ وبيطلب مساعدة نينج. نينج افتكر لما اير بانج كان بينادي عليه يساعده، لكنه فشل وقتها. وعد دينج انه هينقذه والبروفيسور وصل لليابسة. نينج طلب من البروفيسور يعمل حبل باستخدام اغصان الشجر، وجيانج وصل هو كمان لكنه وقع في المستنقع. نينج اتحرك ناحية اليابسة عشان يساعد البروفيسور في عمل الحبل. جيانج لاحظ ان نينج يوان تصرفاته مختلفة عن الاول، حتى البروفيسور لاحظ نفس الشيء. افتكر ازاي نينج يوان كان بيصدر اوامر بهدوء من غير اي خوف او تردد. البروفيسور قال انه مثالي عشان يكون قائدهم. نينج والبروفيسور نجحوا في انقاذ جي يونج ودينج. في نفس الوقت تروسي كانت بتقتل القردة بسلاحها وانقذت باقي الناس اللي كانوا مستخبيين ورا الشجر. الكل كان ممتن ليها، لكنها قالت لهم انها فاضل معاها 3 طلقات بس. اندريا اقترح يكملوا طريقهم ويسيبوا الاكل وراهم لان الرجوع فيه مخاطره. سوجين قالت ان البركان فاضي ومفيش اكل ولا اعشاب هناك، واقترحت يجمعوا شويه اكل قبل ما يكملوا. كاوا اقترح يقسمهم مجموعات عشان يجمعوا الاكل، وزع المهام، وسوجين تجمع الاعشاب واندريا تولى الحراسه. جينكسيان وتروسي يجمعوا الاكل، وكل مجموعه اتحركت، وسوجين دعت لسلامه نينج يوان. نينج لاحظ ان المستنقعات في كل مكان وقرر يطلع الجرف القريب، ودينج والبروفيسور كانوا قاعدين بعيد عشان خايفين من جيونج اللي مصاب بالفيروس. البروفيسور اقترح ينفصلوا عن بعض، لكن نينج يوان قرر يفضل معاهم مهما حصل. افتكر اول سؤال ساله لسوجين عن انقاذ غريب في لقاء قصير، افتكر الوعود اللي اتفقوا عليها. نينج كان بيعتبره زي اخوه وقرر انه مش هيبعد عنه. البروفيسور ودينج قرروا يتبعوا نينج يوان لان لوحدهم هيبقى صعب يكملوا الطريق. كاوا سأل سوجين ازاي عدت المستنقع. هي افتكرت لما دخلت المستنقع وفجأة جه جولين اللي ساعدها قبل كده، رمى حجر عشان يدلها على الأرض الآمنة، وأندريا ضحك لما عرف ازاي ساعدوها وقال انهم مضحكين. سوجين سألت أندريا وتايسا عن تجربتهم. أندريا قال انه جندي فكان سهل عليه يعبرها، وقال انه واجه صعوبات زي دي في المعارك. كاوا كمان قال انه رياضه واستخدم خشب الأشجار وحبالها عشان يعمل لوح زي الزحليقة الهوائية وعدى بيها. كانوا بيتكلموا وهم بيحطوا الأكل والأعشاب اللي جمعوها لما جينكسيان قال ان أندريا معجب بتروسي. تروسي ما صدقتش، لكنه قال لها انه شاف أندريا وهو بيحاول يحميها لما قرد هاجمها. هي بدأت تقلق لما عرفت ان أندريا دايما بيتبعها. افتكرت عمليه شاركت فيها من سنين لما انضمت لعمليه من الانتربول ضد عصابه مخدرات دوليه. مكان التهريب كان في المينا، وتعرضوا الكمين عند مكان التهريب مع زمايلها لما سمعوا صوت اطلاق نار عنيف، وشافت قارب بيتحرك. وبدات تروسي تفتكر لما كانت في العمليه اللي قتلت فيها واحد اسمه إيريك أفانون اللي كان مرتزق روسي محترف. كاوا قال ان لقب أندريا فيه نفس الاسم لعيله أفانون، وبتكشف ان إيريك كان عنده 4 اخوات. هي شك ان أندريا ممكن يكون اخوه بس مش متاكده. كاوا طلب منها تفضل منتبهه لان أندريا شكله ماهر جدا. وفي نفس الوقت المجموعه الثانيه بدات توصل للجرف وبدات تتحرك ناحيه البركان. دينج يوان كان قاعد يفكر في سوجين وقلقان عليها بعد ما سمع صرختها من شويه، دعا انها تكون بخير. فجاه شافوا شنطه الاكل اللي سابها أندريا وتروسي. دينج قال ان ده معناه ان في خطر قريب، وقال لهم انه سمع صوت ضرب نار في المستنقع. وبعدين اشار ناحيه البركان وقال ان ده المكان اللي لازم يروحوا له علشان يوصلوا بسرعه للمصل. هو كان قلقان على جي يونج وعاوز يعالجه باسرع وقت. سوجين والمجموعه بتاعتها وصلوا قريب من البركان بس لقوه سخن جدا، بقى صعب عليهم يتحركوا اكتر. أندريا قال لهم انه كل ما يطلعوا اكتر الحراره هتزيد. سوجين اقترحت يرتاحوا شويه ويشربوا ميه. فجاه لاحظوا ان كاوا مش موجود وبداوا يدوروا عليه، واندريا قرر يدور عليه لوحده ويصرخ لو حصل حاجه. فجاه سمعوا صوت جينكسان ولما وصل لقوه هو كمان اختفى. تروسي شكت في أندريا لكنه تعصب عليها. فجاه سمعوا صرخه سوجين وجروا عشان ينقذوها. شافوها وهي بتغرق في الرمال المتحركه، وبعد ما خرجوا من الرمال وصلوا للارض لقوا الميه بتتحرك هناك، ولقوا جينكسان وكاوا مغمى عليه. في الوقت ده المجموعه الثانيه كانت قربت من الجبل. جيانك بدا يحس بدوخه وكل حاجه حواليه بقت مغبشه. نينج يوان لاحظه وقرر يشجعه يكمل لحد ما يوصلوا لبحيره ميه سخنه. هو شايف ان ده ممكن يساعده. لما وصلوا للبحيره البروفيسور فهم ليه معلمه اختار المنطقه دي. الموارد الحراريه هنا غنيه جدا. فجاه البروفيسور بدا يحس بالبرد وهو بياخد دش في الميه السخنه، وده فاجئ الباقيين اللي كانوا حاسين بالحر. فجاه البروفيسور تعب وبدا يعرق. نينج يوان شاف الاعراض وقال انها ملاريا حاده. افتكر ان سوجين كان معاها الاعشاب اللي بتعالجها. قرروا يوصلوا للمجموعه الثانيه باسرع وقت. وصلوا قريب من كهف بينزل منه الميه. البروفيسور ما قدرش يكمل وجيونج قرر يقعد معاه. جيونج اقترح ان نينج يروح يلاقي لهم علاج. نينج يوان ساب لهم شويه اكل وراح مع دينج عشان يوصل للمجموعه الثانيه ويلاقي الدواء. في نفس الوقت سوجين كانت بتطمن على كاوا اللي كان فاقد الوعي. هي محتاجه اعشاب تعالجه. كمان كانوا ما عندهمش اكل كفايه بعد ما كاوا بالغلط ضيع صندوق الاكل في الميه. أندريا قرر يروح مع تروسي يدوروا على اكل، بينما سوجين وجينكسان بيفضلوا ورا. جينكسان افتكر كلام كاوا اللي قال له قبل كده عن انه ما يسيبش تروسي لوحدها مع أندريا. جينكسان اصر يروح معاهم واندريا استغرب ليه مصر. تروسي قررت تروح مع أندريا وطلبت من جينكسان ما يقلقش عليها. دينج ونينج يوان لقوا تفاحه بتطفو في الميه.
نينج افتكر ان المجموعه التانيه ممكن تكون في ازمه اكل. تروسي واندريا لقوا نفق مصنوع بايد البشر جوه الكهف، لقوا كمان ممر تاني جواه، وكانوا متاكدين ان منشاه الابحاث هنا. قرروا يتفرقوا، وتروسي لقت قاطع الكهرباء وشغلته. دخلت المنشاه وشافت محطه طاقه تحت الارض. فجاه الباب قفل عليها. كان في حد قاعد في مركبه بناء وهاجمها بيها بس فشل عشان هي استخبت. دينج ونينج سمعوا الصوت وجري وراه. شافوا اندريا بيجري ناحيه صوت ضرب النار. في نفس الوقت تروسي كانت بتحارب الراجل الغامض في محطه الطاقه. ضربت عليه نار، لكن فجاه اندريا دخل من الباب والرصاصه فاتته. اندريا اتعصب عليها عشان ضربت نار عليه بالغلط. بداوا يتخانقوا بالسلاح، وهي معاه مسدس وهو معاه قوس ونشاب. نينج يوان ودينج كانوا بيتفرجوا عليهم. نينج يوان جري وركب المركبه وبدا يزعق لهم انهم يوقفوا الخناق. حكى لهم عن حاله البروفيسور وجيانج وحاول يهديهم بس ما قدرش. الاثنين كانوا لسه متعصبين وعاوزين ينتقموا. اندريا كشف ان تروسي مش ضابط شرطه لكنها مجرمه دوليه. الاثنين رجعوا يضربوا نار على بعض. تروسي قالت ان اندريا حاول يقتلها قبل كده في الاوضه دي، بس نينج يوان وضح ان اندريا كان معاهم وقت ما سمعوا صوت ضرب النار. وقتها ادرك الاربعه ان في حد تاني في المنشاه، لكن تروسي واندريا كانوا لسه مصرين يقتلوا بعض الاول. نينج يوان هددهم انه هيبوظ الاكل اللي معاه لو ما وقفوش. الاثنين ادركوا اهميه الاكل ووقفوا الخناق. سوجين كانت مستنيه كوا يفوق. جينج سانج كان بيموت من الجوع. سوجين ادت له التفاحه الاخيره اللي معاها عشان حست انه محتاج سكر. قرر ياكل نصها ويسيب النص التاني لكاوا. هي قالت له انه طيب، رد وقال ان جده كان بوذي وعلمه يكون طيب مع الناس. كانوا بيتكلموا لما نينج يوان والباقيين وصلوا. نينج وسوجين كانوا فرحانين انهم شافوا بعض. نينج ادالهم اكل وسوجين حطت شويه اكل في بق كاوا. نينج حكى لها عن حاله جي يونج والبروفيسور وهو عاوزها تعالجهم الاول. لما حكت له الاعراض ووضح انها ملاريا حاده وجي يونج مصاب بفيروس القرده. الكل خاف لما عرف عن الفيروس. نينج يوان قرر ياخد اندريا معاه. حملوا المرضى وراحوا عند مدخل الكهف اللي كانوا سايبين فيه جي يونج والبروفيسور. الثلاثه اتصدموا لما لقوا المرضى مش موجودين. اندريا اقترح انهم يتفرقوا ويدوروا عليهم. بداوا يدوروا لكن ما قدروش يلاقوهم. دينج لقى سكينه جي يونج في الحيطه. اندريا حاول يفهم اللي حصل. دينج قرر يرجع للفريق وهو متاكد ان جي يونج والبروفيسور اتاخدوا للمنشاه. في الوقت ده تروسي كانت بتبص على مسدسها وهي بتفكر في اندريا. دينج حاول يكلمها لكنها كانت خايفه. دينج يوان رجع وقال للباقيين ان المرضى مفقودين، لكن مفيش اي علامه ان حصلت مقاومه. فجاه كوا فاق وسال عن المكان. سوجين قالت له انهم في الكهف تحت البركان. كانت بتكشف عليه عشان تطمن على حالته وقرروا يروحوا للمعمل. كوا قال لسوجين انه هيعوضها عن علاجها ليه. هي ردت وقالت انها مش محتاجه حاجه، بس هي بتحاول تكون زميله فريق كويسه، وشكرته على قيادته. لما كوا سمع كلمه القياده بص على نينج يوان. حس ان نينج يوان بقى مختلف عن الاول. افتكر ازاي بدا مشروعه كمهندس برمجيات من 10 سنين وكسب مليارات. كان فخور بالتكنولوجيا واجهزه الكمبيوتر بعد 41 سنه عمره، لكنه حس ان الحاجات دي ملهاش اي لازمه هنا. وصلوا لمحطه الطاقه الحراريه، وكوا قال ان المكان ده مستحيل يكون اتعمل بالفلوس دي. استثمارات زي دي من غير تدخل حكومي مستحيل. الكل اتصدم لما شافوا المحطه. نينج سال كوا عن طريقه تشغيل عربيات البناء، ووضح لهم ان الجزيره دي الطريقه الوحيده لنقل عربيات زي دي هي المينا والنقل البحري. قال لهم اكيد في راديو او قمر صناعي للتواصل. قرروا يدوروا على المينا لكن الموضوع هيكون صعب وخطير. قرروا الاول يستكشفوا المعمل عشان يقدروا يحددوا الخريطه. لقوا جثه باحث في اوضه تانية. الباب كان مقفول ونينج يوان استخدم كارت الباحث وفتح الباب. جوه الاوضه لقوا اجهزه كمبيوتر ضخمه واكتشفوا انها مركز بيانات. كوا حاول يشغل الكمبيوتر ولقاه شغال. عرفوا ان الكمبيوتر مخصص لاغراض محدده ومش هيقدروا يستخدموه للبيانات. لقوا اجهزه كمبيوتر عملاقه وتحمسوا، لكن واجهوا مشكله في كلمه السر. كوا استخدم مهاراته وفتحها وده ادهش الكل. بعد كده كوا وزع الفريق باوامر من تروسي وسوجين ودينج. راحوا منطقه الابحاث، لقوا كروت خالده في حاويات. دينج خاف وخرج يستنى تروسي وسوجين اللي بيدوروا على الترياق. دينج وجينج سانج واندريا راحوا ناحيه تانية بامر من كاوا. فتحوا خزانات في غرف التبديل ولقوا بدلات فضاء. دينج لقى اسم لويس وايت من عربيه عسكريه امريكيه. اتوتروا لما عرفوا ان الحكومه بتدعم منشاه ابحاث شغاله على الخلود. فجاه جينج سانج حس بدوخه وقال لهم عن اضطرابه النفسي. افتكر لما كان بيلعب كره سله وكان عليه يسجل الهدف الاخير لكنه فقد السيطره. دايما بيفقد السيطره في الظروف الحرجه، وده اللي حصل له دلوقتي. راح لمنطقه تانية مكتوب عليها مطعم باوامر كاوا. فريق تروسي لقى الترياق ورجع للمنطقه الرئيسيه. نينج يوان وفريقه لقوا مجموعه كبيره من هياكل الباحثين الميتين قاعدين على كراسيهم في المطعم. نينج قال ان الناس دي كانوا بياكلوا وفجاه ماتوا. لقوا باب اوضه تانية. الاوضه كانت شيك ولقوا فيها جثه تانية. تروسي وفريقه لقوا خزنه الادويه مكسوره. سوجين قالت ان حد خد الادويه. نينج فقد الامل، لكن سوجين كانت لسه متفائله. طلبت منهم ما يقلقوش ويكملوا البحث عن الترياق. دينج وتروسي شافوا سوجين قويه اكتر مما شكلها بيبين. سوجين دخلت تصرخ لما شافت جثه نصها انسان ونصها حيوان. في الوقت ده اندريا واجه راجل كان عايش وبيضحك عليه. دينج يون قرب يفحص الجثه ولقاها ميته. قال ان الجثه مش قديمه زي باقي الجثث. نينج يون لقى كارت في جيبه الجثه كان المشرف على المنشاه واسمه ياسو مونرو. استخدموا الكتر لفتح الابواب المقفوله. لقوا دفتر ملاحظات في جيبه لكن صفحاته ناقصه. فجاه سمعوا حد بره واندريا راح يشوف مين، ونينج فتح الدفتر لقى حاجه مكتوبه في الصفحه الاخيره. سوجين اتضايقت من التجارب على البشر. كان في شخص بيتفرج عليهم من ورا عمود.
تروسي قالت لسوجين ان القوانين في العالم ده للناس الاقوياء بس والضعفاء بيتظلموا. فجاه الراجل اللي ورا العمود رمى قنبله على فريق تروسي جرت وخبت دينج وسوجين تحت السلم. تروسي قالت لهم ان في حد عاوز يقتلهم، كانت متاكده انه اندريا لكن التانيين ما صدقوهاش. قالت لهم يجروا على الباب اللي قدامهم ودينج هيكون اول واحد يجري عشان معاه الكارت. لما جري سهم جاي من الراجل الغامض اصابه في رقبته، ما وقفش وفتح الباب، عمل طريق للستات يعدوا من الباب. الستات عدوا لكن دينج لسه عند الباب، وفجاه حد رمى قنبله تانية عليه اللي انفجرت وصدمت الكل. سوجين قعدت تعيط عليه لكن تروسي جرتها وقالت لها المكان هنا خطر. جريوا واستخبوا لحد ما لقوا اوضه تانية مقفوله. راحوا يدوروا على مكان تاني لكن الشخص الغامض كان لسه بيتبعهم. فضلوا مستخبيين في الحمام لكن فجاه غاز سام طلع من المواسير. حاولوا يفتحوا الباب عشان يهربوا لكن الباب كان مقفول من بره، ما قدروش يستحملوا الغاز ووقعوا مغمى عليهم. بعدها الشخص الغامض دخل الاوضه. في الوقت ده نينج وجينج سانج وصلوا لغرفه التحكم وسالوا كوا عن اللي بيحصل. كوا قال لهم ان اندريا هو اللي بيعمل كل ده. قال ان اندريا كان بياخد الستات المغمى عليهم في ترولي. كوا صدق ان اندريا شغال بس مش ظاهر على الشاشات. نينج قرر انهم لازم يخططوا كويس قبل ما يهجموا. هم مش عارفين المكان لكن العدو عارف كل حاجه. نينج خطط انه الاول يراقب اندريا ويحدد مكانه. نينج اعطى الدفتر لكوا اللي مكتوب فيه ارقام، افتكر ان الارقام دي ممكن تكون باسورد السوبر كمبيوتر. كوا استخدم الارقام وفتح الكمبيوتر لمناطق ما كانش عنده دخول ليها قبل كده، لكن فجاه سكانر طلع من الارض. السكانر محتاج بصمه اليد لتاكيد المستوى الثاني من الدخول. المشرف الوحيد اللي يقدر يفتح باستخدام بصمه ايده. فجاه ظهرت رساله على الشاشه بتقول لو ما عملوش البصمه نظام التدمير الذاتي هيشتغل. جينج سانج خاف لكن نينج لقى خطه. امر جينج سانج يروح على الكانتين ويجيب جثه المشرف. المسافه بين الكانتين وغرفه التحكم تاخد 10 دقائق لاي شخص عادي، لكن جينج سانج رياضي وهيقدر يخلصها اسرع، هيقدر يخلصها في 10 دقائق. في المواقف الحرجه جينج سانج بيواجه نفس الاضطراب النفسي وبيبدا يبانيك بعد ما سمع محاضرات من نينج وكاوا. جري علشان ياخد ايد المشرف لكن في الكانتين ما قدرش يعملها. في الاول قعد يبكي لكن في اللحظه الاخيره جري مع الجثه كلها. شاف اندريا واقف في الطريق وخاف لكن ما وقفش وكمل ووصل في الوقت المناسب.